السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاع غايه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفه سهله وكاع نبغوها، اللي هي صابلي بالمعجون ولا بالكونفيتور. وصفه بزاف شابه، عجينه تجي شابه وتقطع لكم. العجينه هذه تقطع لكم كميه مليحه. هنايا عندي 500 غرام تاع الزبده، درت معاها رشه تاع الملح ومعلقه صغيره تاع لافاني. وهنا لا كان عندكم ملي نديرو الزاز تاع الليم غادي يعطيه بنه بزاف شابه. ودرت هنايا 2 كيسان تاع السكر ناعم، خلطتهم مليح. ومن بعد البيض هنايا درت 3 صفار بيض و3 بيض كومبلي. نخلط مليح هذوك المكونات تاوعي. ومن بعد عندي كاس تاع المايزينا اللي هي النشاء. ومن بعد عندي كاس تاع الزيت. هنا كيما نقول لكم، الكاس اللي تبداو به كملوا به، ولا الكيل اللي تبداو به كملوا به. انا هذه هي الوصفه تاع الصابلي اللي معتمدتها في كاع الحلويات تاعي. لا درتها بالشوكولا نزيد له الكاكاو، دي فوا هكا نزيد له جوجلان مطحون، كاوكاو، حلوة الترك، نزيد له شي صوالح نموديفي فيه، بصح الاساس كاع لاباس تاع العجينه تاعي هذه هي. من بعد هنايا نبدا نلم في العجينه تاعي بالفارينه. ودرت هنايا كيس تاع خميره كيميائيه. الفارينه نضيفها بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. دائما نقولها لكم، الصابلي تاعكم ولا الكاطو تاعكم باش يجي شباب الى العجينه تكون طريه. وهنايا حلوها بين ساشي باش العجينه تاعكم ما تنشف لكمش وما تيبس لكمش. هنايا حلو العجينه بسمك يكون متوسط، ما يكونش رقيق بزاف، خاطش كي غادي نديرو نطبع بهذا المول غادي يزير عليها باش تخرج هذيك لافورم. كان ديروها رقيقه العجينه تاعكم ما غاديش يخرج لكم الشكل مليح. نطبع كاع الحبات تاوعي وندخلهم هنايا المسخن 180 درجه، نشعل عليهم من التحت كي يتحمروا من التحت نشعل عليهم من الفوق. انا نبغي الصابلي شويه احمر، نتوما لا تبغوه ابيض نشفوه غير شويه من الفوق. هنايا ثقبوا مليح هذيك الدائره اللي في الوسط، باش من بعد كي درنا كيس تاع خميره كيميائيه باش كي تطلع الحبه يقعد هذاك الفراغ الداخل نعمرو فيه الكونفيتور. هنايا مور ما برد لي الكاطو تاعي نلصق كل حبه مع خوتها. هنا كان عندي مربى المشمش، نلصقهم مع بعضاهم. وهنايا الحبات غادي لهاد العجينه كي تتبعوا هذوك لي زاستوس اللي عطيتهم لكم غادي الحبات يخرجوا لكم قد ما تخرج لكمش حبه كبيره ولا حبه صغيره. كي تجوا تلصقوهم الحبات يجوكم كيف كيف. نكمل هنايا نلصق الحبات تاوعي ومن بعد نعمر هذاك الفراغ اللي قلت لكم بالكونفيتير. كنت زدت له شويه تاع ملون احمر، ولا هنا لكان عندكم كونفيتور تاع فريز ولا تبغوا نيسلي نتوما واش عندكم. انا هنا كان عندي كونفيتور زدت له كولون احمر. وهذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم. ما تنسوش برك لا عجبتكم خلوا لي اكتبوا لي في التعليقات، وديروا لي جيم لا فيديو. واللي اول مره تشوف الفيديو وتشوف القناه تاعي ما تنساش ديري ابوني وفعلي الجرس هكا باش يوصلوك كاع لي فيديو. وهنايا غادي نقسم لكم الحبه تشوفوا كيف يجي شباب ويجي خفيف ويجي مرمل، وما من الحلاوه ما يجيش حلو بزاف. كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. ولا بغيتوا اي حاجه ولا كاش وصفه اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله نحضرها معكم ونكون عند حسن ظنكم.